الجزائر قمت واخذت مجموعه من معدات التصوير الاحترافي الموجوده عندي واللي مكلفتني تقريبا 20,000 دولار، وطرت من الكويت للجزائر. فبعد مرور تقريبا ساعه وانا واقف بالطابور ولا يوصل دوري، اول ما شاف انه جواز سفر كويتي قام وعطاني ورقه عشان اعبيها. فقلت له اوكي بس عطني قلم الحين اعبي لك الورقه واعطيك اياها. كان يطالعني كذي، كان يقول لي لا اطلع من الطابور كله وروح ورا هناك وعبها. قلت له زين انا الحين تقريبا صار لي ساعه ناطر بالطابور على ما وصلت لك، يعني الحين لو بطلع من الطابور وارجع يمكن يبي لي ساعه واكثر. كان يقول لي انا مالي شغل، هذه مشكلتك، بس ما عليك امر، عطني قلم عشان اعبي البيانات. كان يطالعني ويقول لي ما عندي قلم، انت دبر نفسك. عيني شايف القلم يمه، يعني تخيلوا انه يبخل عليك بقلم. عبيت البيانات ورجعت له، وبعدها رحت حق الطابور وصفيت تقريبا لمده ساعات وختم جوازي، وبعدها دخلت ورحت ادور على جناطي. يجيلي شخص من وراي ويسالني انت اليوتيوبر الكويتي احمد المعراج؟ فقلت له اي نعم انا. وطلع لي بطاقته وطلع فعلا من الشرطه. فهني انا استغربت شو السالفه، اخذت جناطي ورحت ابي اطلع من المطار. انه يجيني واحد من رجال الجمارك ويقول لي ارجع نبي نفتش جنطتك. ما قاعد يفتش الجنطه واللي حصل الكاميرات والمايكات اللي استخدمهم في التصوير. فقال لي بنبره صوت عاليه لازم نحجز هالمعدات. للاسف رده كان في قمه قله الادب، واخذ المعدات ما خلاني اروح، لا خلاني واقف على رجلي بنفس المكان اللي اكثر من ساعه. والله في الثاني اللي رجع فتش الجنطه اللي اساسا قبل شوي كان مفتشها زميله، ما لقى شيء بالجنطه وخلاني اروح، لا ابدا خلوني انطر ايضا ساعه ونص. الموظف الاول اللي هو اول واحد فتش الجناط وطلع المايكات فيالي كان يقول لي تعال معاي نروح الغرفه عشان يتم تفتيشك. بعد ما قاعد يفتشني وما حصل شيء كان يقول لي ليكون الزر اللي موجوده عندك فيها كاميرات قاعد تصورنا. صراحه يعني انصدمت حيل، وبصراحه يعني أكون صريح معكم عورني قلبي حيل هني بهالفترة، خاصة بعد ما قال لي هالكلام. كانوا قاعد يعاملوني كأنه شخص مجرم